هو انا ممكن اسالك سؤال بجد والله؟ تعال ندردش مع بعض. انت ليه ما بتغيرش سائل فرامل؟ ليه؟ ليه بيبقى دايما سائل الفرامل هو اخر اهتماماتك؟ دايما مركز في زيت المحرك، دايما مركز في زيت الفتيس، على عيني وراسي. بس ليه ما بتهتمش بسائل الفرامل؟ يا راجل ده انت حتى ما بتكشفش عليه، ما بتبصش حتى عليه بصه لله، بصه لله. بص عليه، اكشف عليه. اي فني او اي مركز او اي ورشه يحط لك قلم الاختبار في سائل الفرامل يعرفك بس حالته ايه. اصل انت عارف، انت لو مغيرتش سائل الفرامل او عدم تغييرك ليه، زي ما بيحصل معايا وبيجي لي عملاء بقالهم سنين ما غيروش سائل الفرامل. عارف العملاء دول بيجوا لي بايه؟ ما بيجوليش لله وللوطن على فكره، بيجوا لي عشان عندهم مشاكل في الفرامل. بدلت الفرامل بقى فيها مسافه فاضيه، قوه الفرامل ضعيفه، ماستر بايظ، خزنه بايظه. عارف كل ده بسبب ايه؟ بسبب سائل الفرامل. لا تتعدى تكلفته 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه. ايه يعني؟ بس بوفر لك وبضمن لك قوة فرملة، بوفر عليك فلوس في تغيير قطع أصلية في العربية ممكن النهاردة ما تلاقيهاش تاني. ما تغير سائل الفرامل بتاعك. خسران ايه؟ اصل انت تعالى نحسبها، خسران ايه؟ محدش بيوعيك او محدش بيقول لك انه سائل الفرامل بيتغير. لا، انا بقول لك سائل الفرامل بيتغير، وسائل الفرامل ضروري انه يتغير. وعلى فكرة اسمه سائل فرامل مش زيت فرامل. وعلى فكره سائل الفرامل ليه درجه غليان اللي هي دوت 3 دوت 4 دوت 5. دي درجه غليان للسائل. ليه درجه غليان؟ اشمعنى؟ لان هو بيتعرض لضغط. ضغط حضرتك بتعمله على بداله الفرامل، بيبدا يتحرك السائل من المصدر العمومي الى الخزن من تحت، فيبدا التيل يقفل. الضغط ده لازم له سائل يتعرض لدرجات حراره عاليه، وده اللي بيفرق الدوت 3 عن الدوت 4 عن الدوت 5. طيب السائل ده بيبوظ ازاي؟ السائل ده بيبوظ ان هو بيمتص بخار الميه اللي في الجو، بخار الميه. واحنا عشان كده لما بنخش نقيس سائل الفرامل او نشوف مدى جودته، بنخش بالقلم بيعرفنا نسبه بخار الميه اللي في سائل الفرامل بس. معنى ايه بخار ميه في سائل الفرامل؟ معنى ان درجه غليانه قلت بقت مثلا، بدل ما هي كانت مثلا السائل ده بيغلي عند مثلا 160 درجه، بقى بيغلي عند 120، فكفاءته قلت، فبدات الدوره تاخد هواء، فبدات الفرامل تضعف، فبدا الماستر يتاكل. شفت العمليه ماشيه ازاي؟ كل ده ليه؟ عشان انت مش عايز تغير سائل الفرامل او محدش بيوعيك. لا، سائل الفرامل بيتغير. بتفك القربه اللي في الماستر العمومي فوق، بتفكها وبتغسلها وبتفضي منها السائل، وبتفتح الخزن بتاعت الكاوتشات وبتفضي السائل كله بالكامل، وبترجع تحط سائل جديد، وبتسحب الهواء من الاربع كاوتشات بالطريقه المعروفه طبعا عندنا اكسات، وبتقفل فردك وبتقفل دنيتك ومية مية مع السلامه. فين المعضله؟ يعني فين المشكله انك تروح تغير سائل فرامل؟ انا حبيت اطلع اتكلم معاك في الكلمتين الخفاف دول ودردش معاك دردشه خفيفه، عشان انت عارف ان انا بحبك تبقى فاهم، وبحب انه انت ما تزودش على نفسك تكاليف في الفاضي. لا، حاجه معينه اقدر، اكشن معين اقدر اعمله هيوفر عليا فلوس قدام، انا بقول لك اعمله بس. اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام عليكم.